مستفزه جدا. من باب الامانه لما تبقى شغال في مكان وتسيب المكان وتمشي، سر المكان خلاص اتدفن وراح، انت مشيت فخلاص، انت المكان ده كل اللي حصل في المكان خلاص بقى سر، ما طلعش اتكلم فيه. دي بقى يرجعنا لمقولة ولاد النادي. تعال اقارن لك بموقفين كده سريعا. الكابتن ايمن الرمادي مش ابن نادي الزمالك، بعد ما مشي من النادي الراجل طلع ببيانات محترمه، حتى لحد بيان اول امبارح لما طلع اتكلم على اللعيبه، وانا بحب اللعيبه ما اتكلمتش على حد، واللعيبه كلها مستقبل، وكل لعيب لازم يقعد ودعموه، محتاج دعم ومسانده، ما اتكلمش في اي تفاصيل داخليه حصلت. احد ابناء الزمالك طلع منذ قليل في احد البرامج التلفزيونيه وحكى كل حاجه، كل حاجه، قال كل حاجه. يعني ليه اطلع اتكلم في وقت الزمالك بيبني فيه وبيعد، مدير فني لسه جاي وفي تعاقدات هتحصل وفي فريق هيتجمع؟ ليه اطلع احكي في تفاصيل وفي حكايات وروايات وقصص مش محدش هيستفاد منها حاجه الا البوم والطخ والكلام وهنا وهنا وهنا؟ ما هو وجه الاستفاده من الموضوع؟ انت تستفاد ايه لما تطلع تحكي اسرار شغلك اللي كنت شغالها والناس مستأمناك عليها، تطلع تحكي وتتكلم وتعيد وتزيد؟ انت خلاص ما بقتش موجود، وكمان مسكت نادي تاني. يعني تاني يوم ما مشيت من نادي الزمالك انت مسكت نادي تاني، ليه تطلع تحكي في الاسرار اللي كانت موجوده في الفتره بتاعتك؟ ليه؟ هل دي امانه؟ حاجه غريبه جدا. ده بيرجع طبعا في ولاد نادي محترمين، وفي هو شخص محترم برضه، عشان مش عايز اقول عليه حاجه غلط يعني. في ولاد نادي اكيد محترمين، وفي ناس تستحق ان هي تبقى شغاله في نادي الزمالك من ولاد النادي. لكن ده يخلي الناس في الفتره دي يقول لك ما بص ابن النادي قارن بين موقف ايمن الرمادي والكابتن ده، طالعين هما الاثنين ده بيتكلم خايف على مصلحه النادي رغم انه مش هيبقى موجود ومش من ولاد النادي، وده ابن النادي طالع يحكي كل حاجه حصلت في الفتره اللي هو كان فيها. لا تعليق، لا تعليق الصراحه. المفروض انت مشيت، سر المكان خلاص راح، انت خلاص شكرا. ايه اللي في ناس كتير بتمشي محدش بيسمع عنها حاجه وما بتطلعش تتكلم في اي حاجه، لكن لا، ازاي؟